السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفضل الصلاة وتم التسليم. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض بقى البطاطا البطاطا المكرملة أو بطاطا الشوارع اللي بيقولوا عليها. هنشويها بدون فرن بإذن الله وبدون سلق. هنشوف هنعملها ازاي. طبعا البطاطا بتبقى كلها طينة، فلازم تنقعيها كويس وبعدين تنقعيها تدعكيها من الطينة وتخليها كويسة نضيفة خالص زي الفل كده، زي ما انت شايفاها معايا كده، وتصفيها كويس. بعد كده هنجيب صينية او حلة على حسب اللي عندك، تفردي فيها ورقة فويل ولو عندك عليها ورقة زبدة. وهقولك البدايل ايه. لو عندك ورقة زبدة هتحطيها. ما عنديش بقى ورقة زبدة وما عنديش ورق فويل، انا شفت حماتي زمان، يعني حماتي اول ما اتجوزت وكده لقيتها كانت بتشويها بالطريقة دي. بتحط ورقة كراسة بيضة، بتفرش ورق ابيض في الحلة وبترص البطاطا كده في الحلة فوق بعضها وبتولع عليها على نار هادية بنفس الطريقة اللي انا هعملها. تمام. احنا بقى دلوقتي ما شاء الله عندنا كل حاجة، دايما كلنا عندنا ورق الفويل او ورق الزبدة. مش عندك لا ده ولا دوت، يبقى زي ما انا قلتلك ورقتين كراسة يكون لونهم ابيض بس عشان ما يضرش ولادك او كده، هتحطي عليهم بنفس الطريقة اللي انا هقولها. هنكمل خطوات مع بعض. بعد ما فرشت ورقة الفويل واحدة كده واحدة كده، حطيت ورقة زبدة وهرش رشة سكر تحت كده في الاول. انا هنا بحاول اظبط الورق بس كده في الصينية، وهبدأ ارص البطاطا. ويستحسن البطاطا دي ما تكونش اللي هو الحجم الكبير اللي احنا بنجيبه للصواني اللي احنا بنقطعها دي، يعني تتنقي اللي هو الحجم الوسط او الصغيرة، لانها تبقى جميلة معاكي في الشوي او في الشوي بالطريقة اللي احنا هنشويها دي. هرصه بالشكل دوت كده. ما ينساش يلا نذكر الله كده: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بعد ما رصينا اول طبقة حطينا عليها بردك رشة سكر، وهنرص تاني باقي البطاطا. على فكرة انا مش رشة سكر كتير، والسكر زي ما انتوا شايفين كده غامق، اي سكر عندك مش هيضر، بالعكس الغامق هيبقى حلو قوي في الكرمله. نقول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. شايفين انا بحط رشات خفيفة جدا، يعني مش ان انا حاطه سكر كتير او كده. ومش هحط اي اضافات تانية ولا مية ولا حاجة. في ناس ممكن تضيف القرفة لو انت حابة، يعني القرفة بتدي حرارة كده شوية في الشتاء، بتسخن يعني الجسم وكده، وهي مفيدة اصلا. بس انا صراحة مش بحب طعم القرفة في اي حاجة، لا في الحلويات ولا في الاكل. فانا هستكفي بان انا هديله رشة سكر وخلاص. بعد كده بقى، بعد ما حطيت البصل اللي انا عايزاها وظبطتها بالسكر، هنبدأ بقى كده نطبق الورق كده، ورق الزبدة الاول نطبقه عليها كويس، عشان انا مش عايزه يدخل لها اي هوا. انا مش هحط لها لا ميه ولا سمنه ولا اي شيء، هو زي ما انتوا شايفينها كده زي ما اتحطت قدامكم، تفضل بلفتها لحد ما افتحها قدامكم بنفس الشكل. وبعدين هطبق ورق الفويل بالشكل ده كده، اي طبعا شكل، بحيث ان انا بس اهم حاجه انا بقفل الفراغات، مش عايزه اي مكان يبقى مفتوح يدخل هوا للبطاطا او يخرج البخار بتاعها، لان هي هتتشوي على البخار بتاعها. تمام كده. هنعمل ايه بقى؟ هنفضل نظبط بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ونظبطها كده تمام كده، ما فيهاش ولا اي حاجه، مفيش منفذ فيها. وهنحطها على نار هاديه، على نار هاديه مش نار عاليه، فوق البوتاجاز من فوق مش في الفرن. وهنغطيها. مش هتاخد نص ساعه وهتلاقيها راحت زي الزبده، والسكر بتاعك دوت بقى كراميل وبقى جميل. شايفين البخار والدخان اللي طالع، عشان محدش يقول ايه لا ده مسويها بره ولفتها تاني ولا. شايفين الميه اللي نازله على الورق الزبده؟ هي اصلا طالما انتي كمرتيها كويس كده فبتنزل السوائل اللي فيها، بتنزل على السكر تخليه يدوب ويكرمل يبقى زي العسل، وينزل العسل اللي في البطاطا هي كمان، وتبقى بصي اكنك سلقتيها او اكنك شويتيها، اسهل كمان من الشوي.
يعني انت جربي كده، حطيها في الفرن شوفي واحسبي الوقت بتاخد معاكي قد ايه. انا بقولك ما اخدتش نص ساعه على النار من فوق. انا عن نفسي لما بشويها في الفرن من جوه بتاخد وقت طويل قوي، بفضل ادار من الناحيه دي للناحيه دي للناحيه دي. بس على فكره، عشان انا لو ما قلتش في الاول، بتغطيها يعني انا فوق الورق الفويل دوت بكتمها بالغطا. بالنسبه اللي انت هتعمليها بورق، لو انت مش متوفر عندك لا ورق فويل ولا ورق زبده، ورقتين كراسه في قعر الحله او قعر صينيه، وهنكتمها بردك بالغطا كده، ونسيبها مش هنفتح عليها عشان ما نطلعش البخار اللي فيها، ونهدي النار لحد ما تبدأ بقى الريحة بتاعتها تطلع، يبقى معناه كده ان هي بدأت تستوي. هنفتح طبعا ونجسها ونشوفها. ده بالنسبة للحلة اللي من غير لفة. اما انا بالنسبه لي عشان طبعا كانت ملفوفه بالشكل دوت. طب كنت بتعرفي منين ان هي استوت؟ طبعا كان حجمها بينزل لتحت، انا كنت مغطياها، كانت خارجه شويه ايه زياده فوق الصينيه، كانت قبل فوق شويه كده. كل ما بقت تستوي كل ما بقت تنزل لتحت شويه. وبعدين بقيت احسس بقى ايه على ورقه الفويل كده من بره، بحاجه كده بضغط كده بشوكه او بمعلقه من بره، حسيت فيها ان هي استوت خلاص، وكانت الريحه واضح ان هي باينه ان هي ايه استوت. خلاص بقى البطاطا بتاعتنا جاهزه للاكل، هنطلعها معاكم كده ونشوفها بالمنظر ده كده. بطاطا بسم الله ما شاء الله، زبده بجد يعني، حاجه كده ايه اخر حلاوه. لا تقولي بقى شوي اللي عندها انبوبه خلصت الانبوبه، او اللي عندها غاز جالها جات لها فاتوره الغاز غاليه والفرن سحب نار عاليه ومش عارف ايه. لا، مش هتاخد معاكي نص ساعه، وهتشوي بقى كل يوم وندفي ولادك، وريحه البطاطا بتبقى رايحه في البيت. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. يلا نقول تاني: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما طلعت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هنقدمها كده في الطبق بالشكل ده عشان نوريكم شكل الكراميل بتاعها والشربات اللي نزل منها مع السكر عمل ايه. اللون بتاعه عامل زي العسل بالظبط. وهنفتح قلبها بردك عشان نوريكم قلبها من جوه عامله ايه. شايفين السكينه بتمشي فيها ازاي؟ مش متحمله السكينه، دايبه خالص، دايبه دوب. معقوله اخدت نص ساعه بس؟ جربي واحسبي بالساعه، وافتكري انت كنت بتحطيها في الفرن من جوه وقت قد ايه. بالذات الفرن بتاع الغاز العادي اللي هو في البيت عندنا اللي بنولعه ده، مش الفرن بتاع الخبيز. دي بقى فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة، فكرة سهلة وبسيطة جدا. اتمنى انها تكون عجبتكم، واتمنى اللي وصلت معايا للفيديو لحد هنا ما تنسينيش من اللايك. واللي بتحط اللايك يا ريت يعني لو انت خلاص انت كده كده حطيتيها، فاصبري حطيها شويه بعد دقيقه من المشاهده ولا حاجه علشان ما تطرسي. او لو انت مش عايزه تحطي لايك ومش عايزه تشاهدي الفيديو، بلاش تكتبي تعليق وتنسي. تعليقك لوحده مش هيعمل حاجه، يا اما تشاهدي يا اما ما تشاهديش خالص، مفيش مشكله. انتي مش فاضيه مشغوله بتجري بتدخلي تحطي لايك وتطيري بتفكرينك عملتي اللي عليكي، فاللايك بتتشال وراكي على طول. انتي بتمشي تاخدي ايدك في سنانك وتجري، وهي بتكون جرت قبليكي وسبقتك قدامك على طول. هي اللايك يعني مش حاجة ياما لما نعملها لبعض. انا لما بدخل عند حد بحب اشاهد واتفرج كده واشوف خطوات جديدة، تكات جديدة. يمكن هي بتعمل حاجة بطريقة غير طريقتي، يمكن هي مثلا عاملة وصفة انا ما عملتهاش قبل كده. اكيد طبعا كلنا مهما نكبر بنتعلم من بعض وبنستفاد من بعض. كل حاجة لازم البني ادم بيفضل طول عمره وهو بيتعلم. تمام. نقول بقى ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونقول ايه؟ ميعادنا معاكم الفيديو الجاي بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.